بنتي رافضه ابن شريك ابن الاكابر، وعايز تتجوز عيل لسه متخرج من الكليه. ما تقولش عيل متخرج من الكليه ده يبقى بني ادم محترم، اللي ربنا وفقه وذاكر واجتهد وبقى بني ادم نافع، وبقى بني ادم نافع لنفسه ولمجتمعه. ما يتقالش عليه عيل يعني. وايه اللي ضمنك ان ابن الاكابر اللي حضرتك بتقول عليه اللي هو اللي معاه فلوس اللي هو ابن شريكك هيريحها ويسعدها؟ ايه اللي ضمنك؟ يعني ايه اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه؟ الخلق، الخلق قبل الدين كمان. يعني ربنا لما النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدد اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه، ما قالش امواله ولا قال عضلاته. فانت لما تختار لبنتك اختار لها بني ادم يخاف عليها يحترمها. مش شرط يكون متعلم، مش شرط يكون فلاح، مش شرط يكون عنده خلق ودين. لكن ما تاخدش لبنتك ابن شريكك عشان الشراكه اللي بينكم والاموال اللي بينكم هتطلع وهتتفرتك بعد كده، وهيجي واحد غلبان ياخد. ما عند الله خير وابقى. خاف على بنتك، ما تبيعهاش. ما تبيعش بنتك من المال، ما تبيعش بنتك لشريكك وابن شريكك. بنتك اغلى ما تمتلك. حطها في مكان لو انت مش موجود في الدنيا بكره تبقى انت مطمن عليها فيه. حطها مع راجل يخاف عليه، يصونها. ان حبها هيكرمها، وان اكرهها مش هيظلمها.